التقييم بتاعهم محمد الشناوي ياخد 7. يعتبر ما فيش اختبار حقيقي لمحمد الشناوي النهارده باستثناء الكرة اللي طلع فيها وشالها. محمد هاني النهارده مان اوف ذا ماتش، راجل المباراة النهارده، وياخد 8.5 على الوان تول اللي عملها محمد علي بن رمضان وعلى الهدف اللي جابه. وهو حتى من غير الهدف محمد هاني لعب ماتش كبير النهارده، ده الحق يتقال يعني. ياسين مرعي ياسين مرعي ياخد 6.5. ياسين مرعي كان بطيء النهارده، هو بصفة عامة ما عندوش سرعة اللي انت متخيلها. هو مهاري، بيعرف يخرج بالكرة كويس، بيبني لعب ماشي، انما كسرعة ما عندوش سرعة. ياسر ابراهيم ياخد 7. عمل تاكلينج حلو جدا، شال الكرة من قدام اللاعب قبل ما يشوط. عندك كوكا ياخد 6.5 على اداء يعني يعتبر ضعيف جدا. كوكا النهارده اداؤه في المباراة، الاهلي برضه محتاج باك شمال، يعني راس حربة وباك شمال. مروان عطية ياخد 7، لعب ماتش كويس. محمد علي بن رمضان ياخد 7 برضه، لعب ماتش كويس وعمل اسيست لمحمد هاني. محمد علي بن رمضان هو في احسن من كده، يعني انت المفروض ادائك يكون افضل من كده. زيزو ياخد 6.5 من اقل ماتشاته. اشرف بن شرقي 6.5 برضه. تريزيجيه 6. يعني بصراحة يعني اشرف بن شرقي احنا قلنا 6.5، مفيش فعالية حقيقية. ما هو مهاري وكل حاجة، بس مفيش فعالية. تريزيجيه نفس الموضوع برضو النهاردة، مش مركز، بيلعب بعصبية بكل كورة. برضو رجع النظام القديم، مفيش اسيستات، ما بيلعبش مع زمايله، عايز كل حاجة يشوط يلعب لنفسه. محمد شريف 6. اتصاب، شد في الخلفية، ويعني آخر الشوط الأول طلع، ويعتبر كده هو ممكن يغيب مثلا أسبوعين أو 10 أيام أو حاجة، شد في الخلفية، وأداؤه ما كانش مقنع النهاردة. محمد شريف ياخد 6. جراديشار 6.5 على الوقت اللي لعبه يعني. ديانج 6. يعني أداء برضو مش اللي هو، حتى هو طلع محمد علي بن رمضان ونزل ديانج مش الأداء اللي أنت بتاخدش منه 8 إطلاقا. فما تفهمش الدور بتاعه مين كان بيعمله، يعني محمد علي بن رمضان لما طلع انت نزلت ديانج، طب ايه؟ هو مش هيعرف يعمل الكلام ده. عندك طاهر 6، يعني اداء برضه متوسط. قفشه 6، اداء متوسط، مش عايزين نقول كلام تاني. يعني انت ما حسيتش لا بطاهر ولا بقفشه، ياخد 6 برضه قفشه. احمد عبد القادر نوعا ما كان كويس، ياخد 7. يعني واحمد عبد القادر عنده احسن من كده كتير، يعني احمد عبد القادر لو ياخد دقايق لعب وياخد فرصه هيكون احسن من كده كتير.